تخيل تكره شخص عشان ماتش كورة. أهلا بيكم في قناة ليه، والنهاردة هنعرف ليه التعصب الكروي مشكلة. والله معلش انا اسف بس بلاش تنمر على نفسي. هي ايه كلمة مشكلة اللي طلعت مني من شوية دي؟ هو انا جاي لكم، انا اصلا ما خدتش بالي منها، انا جاي لكم دلوقتي من قلب المونتاج، انا بعمل مونتاج دلوقتي. ايه بقى المشكلة اللي طلعت مني من شوية دي بقى؟ يعني محدش يتنمر عليا، معلش احنا اسفين على الغلطة دي يا فندم. يلا بينا نكمل الحلقة ولا كأن اي حاجة حصلت. السلام عليكم. أول حاجة طبعا عايزين نعرف، هل مشاهدة الكورة حرام ولا حلال؟ الإجابة ببساطة حلال، لأنها نوع من أنواع الترفيه المباح، ولكن حلال في حالة إنها مش بتلهيك عن صلاة، ومش بتخليك تشتم أو تسب وقت المشاهدة زي ما أغلب الناس بتعمل حاليا. أي حاجة غير كده فبتتحول من الحلال إلى شيء حرام. في البداية حابب أقول إن أنا ما باحبش الكورة، ولو قُلت حاجة غلط فأنا آسف مقدمًا، وأتمنى تصححوا لي ده في الكومنتات. كتير نشوف ناس بتشتم بعض على السوشيال ميديا بسبب إن ده بيشجع فريق، مثلًا خلّينا نقول فريق اسمه اللمبة، تلاقي واحد تاني بيشجع فريق اسمه الترابيزة مثلًا، فاللي بيشجع نادي الترابيزة دخل شتم اللي بيشجع نادي اللمبة، لمجرد إنه بيشجع فريق تاني. زائد إن أنا عندي وجهة نظر كده أحب أقولها يمكن حد يستفاد منها، وكلامي موجه للناس المتعصبين بالذات. إيه اللي يخليك تتعصب؟ هل لمّا الفريق يخسر أنت كده بتخسر حاجة؟ وهل لمّا الفريق يكسب أنت كده بتكسب حاجة برضه؟ أعتقد الجواب هيبقى لأ. وتاني حاجة أحب أقولها إن الفريق اللي أنت زعلان عليه إذا كان خسر أو كسب فهو كده كسبان، أنت الوحيد الخسران في الموضوع، يعني اللعيبة كسبت أو خسرت كده كسبانين، وقصدي هنا كاسبين مرتباتهم، يعني مش هيفرق أعتقد في مرتباتهم على حسب علمي يعني، فخليك واعي وما تخليش حاجة من دي تعصبك. طيب أنت دلوقتي راجل محترم وعجبك كلامي، هتقول لي إيه الحل؟ الحل إنك تستمتع بالماتش مش تتعصب وتتوتر، الكورة اتخلقت عشان تفرحنا مش تعصبنا وتكرهنا في بعض. تاني حاجة شجع فريقك بس افتكر إن المنافس مش عدوك، بالعكس ده اللعيبة حتى الفايزين بتحفز الفريق الخسران وبتحضنهم بعد الماتش. وأحب أقول لك إنك لو وصلت للنقطة دي فأنا بحبك، وأتمنى لو استفدت متنساش اللايك والسبسكرايب. أشوفك في الفيديو الجاي وفي أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.